عالمنا النهاردة قلعة تقف فوق تل عالي منذ آلاف السنين، مرت عليها حضارات وجيوش وحروب وملوك، ومع ذلك ما زالت صامدة حتى اليوم. القلعة دي بتعتبر من أقدم القلاع المأهولة في التاريخ. إيه حكايتها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير، ومع فزورة جديدة من فوازير عم محروس حول العالم. بس قبل ما بنبتدي فزورة النهاردة، عايزين نعرف حل فزورة امبارح ومين اللي جاوب عليها صح. واحنا قلنا لكم عن اكبر معبد ديني في العالم، معبد ضخم محاط بالمياه ومخبأ وسط الغابات منذ مئات السنين، هو معبد انكور وات، ويقع في دولة كمبوديا في قارة آسيا. يلا بينا نشوف اللي حلوا الحل الصحيح وقالوا ايه في التعليقات، وبعدين نشوف اللوجو بتاعهم ونخش على فزورتنا. يلا بينا. يلا بينا. معانا قناة كروشيه ويوميات أم عبده، يوتيوبر أم عبده، قالت انكور وات هو أكبر مجمع ديني في العالم، بيقع في سيم ريب بكمبوديا. بدأ بناؤه 1113 ميلاديا في عهد الملك سوريا فارمان الثاني، وكان في الأصل معبدا هندوسيا مخصصا للإله فيشنو، ثم تحول لاحقا إلى معبد بوذي. يتميز بعمارته الضخمة ونقوشه الحجرية الدقيقة التي تروي قصصا من الأساطير القديمة، ويعد اليوم أهم المعالم الأثرية في العالم. تحياتي لأهل البيت الكبير وتحياتنا ليكي يا ست الكل. عندي قناة مروة بنت فتحي بنت عز، قناة مروة فتحي بنت عز، يوتيوبر مروة. هتقول لي ايه بقى النهارده؟ كفايه يا عم محروس، دماغنا لفت، هتروح بينا لوين؟ هيعدي بيك وين يعني؟ هيجيك في مكانك. الإجابة طبعا هي انكور وات بكمبوديا، هو أكبر مجمع ديني بالعالم، بيقع بمنطقة سيم ريب، وشهده الملك سوريا فارمان. ولا يجد وقالت لا بجد صعب جدا جدا خالص. عندي قناة نصائح عامة، يوتيوبر نصائح عامة، بتقول معبد انكور وات هو مجمع معابد هندوسي يقع في مدينة سيام ريب. بني في القرن 12 وكان مركزا لإمبراطورية الخمير، ابتلعته الغابات. يقع في عمق غابات كمبوديا جنوب شرق آسيا. هذا والله أعلم، أتمنى تكون صح طبعا بعد بحث طويل. أكيد صح يا ست الكل. تحياتي لحضرتك وأهل البيت الكبير، وتحياتنا ليكي وتحيات أهل البيت الكبير لليوتيوبر نصائح عامة. عندي قناة لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى عبد العزيز برنسيسة الدراما، قالت هو انكور وات هو مجمع معابد هندوسي وبوذي ضخم يقع في سيم ريب كمبوديا، بناه الملك سوريا فارمان الثاني في القرن 12. يعد أكبر نصب ديني في العالم ورمزا بارزا لكمبوديا، بيظهر على علمها. أدرج ضمن تراث اليونسكو العالمي عام 1992، ويشتهر بهندسته الخميرية الفريدة وتجسيده لجبل ميرو المقدس. معلومة جديدة وجميلة، ويسعد مساك يا برنس. يجي على المساكي كله هنا وسعادة ورضا يا ست الكل. عندي بعد كده قناة مطعمي جنة نونو، يوتيوبر مها ملكة القلوب، قالت تحياتي لك يا برنس البرنسس. رمضان هيمشي وهياخد معاه عم محروس، هيوحشنا عم محروس. اللهم بلغنا رمضان سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ومعاه برضو عم محروس، وعم محروس وانت في أحسن صحة وحال يا برنس إن شاء الله. كفاية كده علشان هعيط. لا بلاش يا يوتيوبر مها، دموع غالية علينا. المكان هو معبد انكور وات، وهو مجمع معابد ضخم يقع في مدينة سيا ماريب. بني في القرن ال 12 وكان مركز الإمبراطورية الخمير، ابتلعته الغابات، ويقع في عمق غابات كمبوديا جنوب شرق آسيا. بالتوفيق يا كينج، ربي يعزك يا مها. عندي قناة الكلام الجميل، يوتيوبر أحمد. مساء الخير يا برنس، مساء الفل يوتيوبر أحمد. هو مجمع معابد يقع في منطقة انكور في كمبوديا، شيده الملك سوريا فارمان الثاني في بداية القرن الثاني عشر ليكون المعبد الرسمي للدولة وعاصمتها، وهو الآن المعبد الوحيد في المنطقة الذي لا يزال مركزا ذا أهمية دينية منذ تأسيسه. تحياتي لك يا برنس وأهل البيت الكبير، وتحياتي وتحيات أهل البيت الكبير لحضرتك برنس أو يوتيوبر أحمد. عندي قناة وصفات مفيدة مع مروة، يوتيوبر مروة، قالت منور يا برنس البيت الكبير واليوتيوب.
ربي يعزك. والله طبعا الإجابة هي أنكور وات ومجمع معابد الديني وبناء الملك سوريا فارمن الثاني. سؤال حلو وصعب شوية خالص. وبتضحك تدوم ضحكتك. أنا فاضل كلمة إن حد بقى يقول لي خالص مالص. حلوة منكم حتة صعبة شوية خالص. انت واختك طبعا مروة فتحي بنت عز. عندي قناة سهام من قلب الجزائر، يوتيوبر سهام برنسيسة الجزائر قالت الإجابة انكور وات مجمع معابد الديني يقع في كمبوديا، وشرحك لمعالم الفزورة كافي وافي وشافي. ربي يحفظك ويسعدك دنيا وآخرة، أطيب خلق الله. شكرا بالزاف على كلامك الجميل. برنس بيت العيلة الكبير أستاذ الإتيكيت ما شاء الله. تحياتي القلبية الخالصة لك أطيب خلق الله وأهل البيت الكبير وأهل بيت العيلة الكبير. ربي يعزك ويبارك فيكي. ومش لاقي لك كلمة أقولها لأنك تستحقي أنت ويوتيوبر مها ملكة القلوب وبرنسيسة الدراما يوتيوبر لبنى ويوتيوبر مروة وصفات مفيدة واليوتيوبر مروة فتحي بنت عز والأستاذ أحمد. مش لاقي كلام أوفي لكم بيه حقكم. ويوتيوبر نصائح عامة مش عايز انسى حد، ويوتيوبر ام عبده قناة كروشيه. ربنا يبارك فيكم ويخليكم ليا. وتعالوا نشوف اللوجو بتاعكم يلا. وجه ميعادنا مع فزورتنا النهارده. هذا المعلم بيقع في دولة عربية في قارة آسيا. تم بناء أجزاء منه منذ أكثر من 3000 سنة، لكن الشكل الحالي بيرجع للعصور الإسلامية. بتقع القلعة فوق تل صناعي مرتفع ليكون من الصعب مهاجمتها. للدخول إليها بتمر عبر جسر حجري طويل، وبعدين بوابة ضخمة مصممة بطريقة دفاعية ذكية. بداخلها كان بيوجد بداخلها قصور ومساجد ومخازن وآبار مياه، وكانت تستخدم كحصن عسكري قوي جدا. مرت عليها الرومان والبيزنطيون والمسلمون والأيوبيون وتعرضت لأضرار خلال الحروب، لكنها ما زالت رمزا تاريخيا مهما. موقعها المميز في وسط المدينة تعرضت لغزوات كتيرة، ومرت عليها جيوش الحيثيين والأشوريين والفرس والرومان والبيزنطيين والمسلمين والمغول. في عهد صلاح الدين الأيوبي تم الاهتمام بتحصينها، لكن التطوير الأكبر كان في عهد ابنه الظاهر. بتعتبر موقع تراث عالمي تم تسجيلها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي بسبب أهميتها التاريخية. تعرضت لأضرار حديثا اتضررت أجزاء منها خلال الحرب، لكنها ما زالت تعتبر رمزا تاريخيا مهما. بيعتقد المؤرخين ان التلة اللي بنيت عليها القلعة كانت مستخدمة كحصن منذ اكثر من 5000 سنة. دي مش مجرد قلعة، بل كتاب تاريخ مكتوب بالحجارة. بعض المباني بتسقط، لكن التاريخ الحقيقي بيفضل وبيبقى صامد، والقلعة دي واحدة من شهود التاريخ. يا ترى عرفت اسمها؟ اكتب اجابتك في التعليقات ونعرف الحل بكرة مع بعض ان شاء الله، ونعلن اسماء اللي قالوا الحل الصحيح. وخليك فاكر، دولة عربية قارة اسيا. اشوفكم بكرة في فزورة جديدة من فوازير عم محروس حول العالم، وسلام.